السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في مطبخ نوجة. هنعمل النهاردة أول حاجة من شغل العيد، هنعمل الكحك الناعم الدايب. الكحك له طرق كتير، في ناس بتعمله على البارد وفي ناس بتقدح له السمنة. إن شاء الله هنعمله النهاردة على البارد. الطريقة دي تحفة، الكحك ناعم ودايب والكحكية مفرغة من جوه وناعمة ومش مكتومة. يلا نشوف هنعمل الكحك الحلو ده ازاي. اول حاجه يا جماعه هتكلم شويه عن الدقيق. الناس اللي سالتني بتستخدمي دقيق ايه للكحك والبسكوت؟ نوع الدقيق يا جماعه مهم جدا، لازم يكون دقيق مخصص للكحك والبسكوت، يكون مكتوب عليه دقيق فاخر استخراج 72، لان نسبه الجلوتين اللي فيه بتبقى قليله. اوقات بنعمل الكحك والبسكوت نلاقي الكحكايه نطرت السمنه اللي فيها، وبعد كده لما تستوي نلاقي الكحكايه ناشفه، ده بيكون عيب دقيق. فانا بستخدم دقيق سنبله الفرات، سعره اعلى شويه بس نتيجته رائعه. ولو مش متوافر بستخدم النوع ده، وده نوع كويس جدا برضه. معلش طولت في الكلام، بس دي معلومات مهمة جدا بالنسبة للكحك والبسكوت. ودي مقادير كيلو واحد من الدقيق. معايا 525 جرام سمنة بلدي، يعني نص كيلو، عليه معلقة من بتاعة الأكل تكون بدرجة حرارة التلاجة. ومعايا 8 جرام من البيكنج باودر، وده النوع اللي أنا بستخدمه اسمه بايرس داف. ولو مش متوافر استخدمي نص باكو من الكيك شيف. ومعايا نص كوباية من السكر البودر، 80 جرام. بطحن السكر وبعدين بوزنه أو بعايره بالكوباية. ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه 10 جرام. وكوبايه لبن 200 جرام، ومعلقتين سمسم متحمص. وللحشو عين جمل. اول حاجه عملتها، نخلت الدقيق وحطيت عليه معلقتين السمسم وال8 جرام بيكنج باودر وقلبتهم كويس، وبعدين اركنه على جنب. في بوله حطيت فيها السمنه، وزي ما قلت لكم يا جماعه السمنه تكون بدرجه حراره التلاجة. هستخدم المضرب الكهربائي، ولو مش متوافر هتستخدمي المضرب السلك. هضرب بس كده ضربتين على السرعه الاولى عشان السمنه ما تتفكك وما تخرجش بره البوله. وبعدين احط السكر البودر واخفق على السرعه العاليه. ولو ما عندكيش مضرب كهربائي ولا سلك، اشتغلي بايدك عادي خالص لحد ما السمنه تهيش وتبيض وتوصل للقوام المطلوب. امهاتنا واجدادنا كانوا بيشتغلوا بايديهم وكانوا بيعملوا احلى كحك وبسكوت. ده كده قوام السمنه هاشت وبيضت، وده شكلها. اسمي الله واحط الدقيق على السمنه واقلب لحد ما الدقيق يتغلف بالسمنه. بعد ما كل حبات الدقيق اتغلفت بالسمنه، في المرحله دي هبس الدقيق كويس زي ما حضراتكم شايفين. بس الدقيق مهم جدا، لان الخطوه دي هي اللي هتخلي الكحكايه ناعمه وبتدوب في البق واحنا بناكلها. ده شكل العجينه بعد ما بسيتها لمت وبقت بتلزق في الايد بالشكل ده. لازم نخدم العجينه كويس علشان لما نيجي نشكلها ما تشققش. انا بسيتها حوالي 10 دقايق. ودي كوبايه اللبن الدافي، هحط عليها الخميره واقلبها كويس لحد ما تدوب. وبعدين احط خليط اللبن والخميره على الدقيق. وفي المرحله دي انا مش هعجن، انا بس هلم العجين علشان ما تاخدش عرق والكحكايه تنشف لما تستوي. بصوا بقى ده شكلها بعد ما لمت، العجينه طريه ومش مشققه، تحفه ما شاء الله عليها. هغطيها بكيس من البلاستيك علشان ما تنشفش، ومش هسيبها تستريح، انا هشتغل فيها على طول. هاخد قطعه من العجينه واخدمها كده بايدي كويس. الحجم اللي انت عاوزاه، انا بحب حجم الكحكايه يكون صغير.
وبعدين اعمل لها تجويفه واحشيها بعين الجمل، والم عليها العجينه واكورها زي ما حضراتكم شايفين. والصينيه اللي هسوي فيها ما تكونش مدهونه اي ماده دهنيه، الكحك فيه نسبه سمنه كويسه. ودي بصامه بنجيبها من عند محلات بيع الادوات المنزليه، في منها احجام، بس انا بفضل الحجم ده. هضغط بيها ضغطه خفيفه على الكحكايه علشان تاخد الشكل ده زي اللي بنشتريه من بره. ودي هعملها بالمنقاش للناس اللي بتحب تنقش الكحك. هلف داير بالمنقاش حوالين الكحكايه وبعدين اعمل لها واحدتين من النص، وهعمل باقي كل الكميه بنفس الطريقه. شكلت كل الكميه، هسوي على طول مش هسيبه يخمر. اول صينيه شكلتها هدخلها هي اول واحده الفرن. النار تكون وسط على درجه حراره 180. هتحطيها في الفرن على الرف اللي في النص، هتاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. ده لو فرنك ما فيهوش شوايه. اما لو فرنك فيه شوايه هتحطيها برضو في الرف اللي في النص، هياخد لون ذهبي من تحت، وهتطفي من تحت وتشغلي من فوق دقيقتين ياخد لون ذهبي وتخرجيه. اللون يكون ذهبي فاتح، اوعي تسيبيه لما يغمق. بصوا بقى، ده شكل الكحك بعد ما استوى، اخد لون ذهبي جميل من فوق ومن تحت. ده اللي عملته بالبصامه وده اللي بالمنقاش. شايفين يا جماعه اللون عامل ازاي؟ واخد لون ذهبي من فوق ومن تحت، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه. مش هحط على الكميه كلها سكر بودره، الجزء اللي هيتاكل بس هو اللي هيتحط عليه سكر بودره. وباقي الكحكه هرصه في علبه بلاستيك تكون محكمه الغلق، وما بين كل رصه والتانيه هحط كيس من البلاستيك. ده كده شكل الكحك ما شاء الله تحفة، ناعم جدا وجميل، بيدوب كده في البوق اول ما بناكله. مقاديره مظبوطة، انا بعمل الكحك بالطريقة والمقادير دي من سنين. كل اللي بيدوق الكحك بتاعي بيعجبه جدا، ان شاء الله تجربوا الكحك بالمقادير دي وبنفس الطريقة ويعجبكم. بصوا يا جماعة الكحكاية ناعمة ازاي، وطبعا ريحة وطعم السمنة البلدي بتخلي الكحك تحفة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديدة. وكل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.